السلام عليكم ورحمة الله. معكم النهاردة موضوع جديد عن دولة عمان. وعمان من الدول المهمة اللي بيجي عنها أسئلة كتير في الامتحان. ولكن قبل ما نبدأ أتمنى أن انتوا تعملوا اشتراك ولايك وشير للفيديو، وأتمنى ال 216 مشترك يعني يزيدوا بمثلا 220. فرحوني يعني وتشجيعا لي عشان أعمل مواضيع جديدة. نبدأ بقى بدولة عمان. عمان من الدول اللي هي جزء من شبه الجزيرة العربية. عمان لها حدود مع 3 دول عربية: السعودية والإمارات واليمن، وبتطل على البحر العربي والخليج العربي وبحر عمان. أكبر الجزر هي جزيرة مصيرة، ودي موجودة في البحر العربي، وهنلاقي إن مدار السرطان بيقطعها في الجزء الشمالي من شمال عمان. دي بالنسبة للمعلومات سريعة كده عن دولة عمان. طيب لو جينا للرياح هنلاقي إن الرياح اللي بتهب على عمان رياح شرقية، وجنوبا رياح نوعها رياح موسمية. الجنوب بتهب عليها رياح موسمية جنوبية غربية. طيب نيجي بقى للنوع الثالث من الرياح، ودي مهمة جدا، اللي هي الرياح المحلية، لأن اسمها بيختلف من دولة لدولة. إيه الرياح المحلية اللي بتهب على عمان؟ اسمها رياح الغربي. طيب رياح فيها جزيرة اسمها جزيرة مسندم، ودي بتتحكم عمان من خلالها في مضيق هرمز. طيب بالنسبة بقى للجبال هنلاقي إن الجبال بتمثل 15% من مساحة البلاد، وأعلى قمة جبلية فيها هي جبل شمس. وهنلاقي إنه في جبال اسمها جبال الحجر. جبال الحجر دي بقى أعرف فيها معلومة مهمة، إنها بتتشابه مع جبال الألب من حيث النشأة، ودي تم رفعها خلال عصر الميوسين في الزمن الثالث. مهمة جدا المعلومة دي. جبال الحجر تتشابه مع جبال الألب من حيث النشأة، وتم رفعها خلال عصر الميوسين في الزمن الثالث. وبتتشابه مع جبال زاجروس في إيران في البنية. يبقى جبال الحجر دي عرفنا عنها معلومة مهمة. وجبال الحجر كمان معلومة مهمة جدا، إنه جبال الحجر بيقسمها إلى جزئين: ممر اسمه ممر وادي سمائل بيقسم جبال الحجر إلى قسمين. دي برضو معلومة مهمة. طيب المناخ بتاع عمان، لأن هي جزء من شبه الجزيرة العربية، فهي مناخها صحراوي مداري زي السعودية بالظبط. طب ايه الأقاليم المناخية؟ إقليم صحراوي جاف، وده موجود في وسط عمان. والمناخ الساحلي ده موجود في سهل البطنة. والمناخ المداري الموسمي ده موجود في جنوب عمان. والرياح المحلية اللي هي رياح الغربي، دي قلناها في الجزء بتاع الرياح. طيب لو جينا للجزر هنلاقي ان عمان بتمتلك 293 جزيرة، وقلنا ان اكبرهم جزيرة مصير. يبقى عمان بتمتلك كم جزيرة؟ 293 جزيرة. لو السهول بقى اتكلمنا عنها هنلاقي انه سهل البطنة في خليج عمان، وسهل صلالة ده موجود في بحر العرب، والاتنين دول مساحتهم 3% من مساحة عمان. طيب سهل البطن ده هو أكبر الأقاليم سكانا، وبيسكن فيه 28% من سكان عمان. وبالنسبة بقى لأكبر حقول البترول هو حقل مرمى، ده موجود في عمان. لو سألني يعني عن أكبر الحقول البترول في عمان. دي يعني ملخص سريع لدولة عمان، وإن شاء الله نحاول المرة اللي جاية نلخص دولة مهمة زي مثلا العراق أو سوريا ونتكلم عنها.